امهات كتير انتقدتني لما كنت بقول لهم لما تلاقوا ولادكم بتعمل حاجه غلط بلاش تقولوا لهم انت وحش، انت غلط، انت كسلان، انت ما بتصليش، انت صوتك عالي. كل دي اسمها ليبلز. الليبلز دي الاطفال بتاخدها من بقنا، تلبسها وتعيش بيها، واحنا بعد كده كأمهات وأبهات ما بنشوفش غير التصرف اللي مش عاجبنا، مفيش أي حاجة بتتغير. طب تعالوا قبل ما أكمل شرح أقول لكم حاجة صغيرة عن مخ الطفل الصغير. الطفل الصغير ده مخه لسه في مرحلة نمو، في مراحل من الوعي لسه ما وصلهاش، منها إدراك الغيبيات. دلوقتي أنا أم واقفة عمالة بدي محاضرة ونصيحة، الغيب ورا النصيحة دي كلها بغض النظر هي كان كلامها إيجابي أو سلبي، الغيب اللي وراه هو إن أنا بحبك وخايفة عليك وعايزاك تكون أحسن واحد في الدنيا. ده غيب بس ما تقلش. الطفل لا يدرك الغيب، الطفل بيصدق اللي بيسمعه. فانت لما تقولي له انت فاشل وبعد كده محتاج تعمل كذا كذا كذا، هو ما سمعش اي حاجه تانية بعد كده، هو خد كلمه فاشل ولبسها وبقت الايدنتيتي او الهويه بتاعته. عشان كده كل ما بنركز على المشاكل باستخدام الفاظها وافضل اتكلم فيها كتير قوي، التصرف ما بيختفيش. عايزه التصرف يختفي، قولي للطفل عكسه. انا عايزاك تكون شاطر، انا عايزاك تكون كذا، انا بحب فيك كذا، انا عايزاك تعمل كذا. فتوجهي مخه ناحية الايجابي، فمخه يلبس الايجابي ويبدأ يعيش.